أنا حسن جابر حسنين من منطقة المصرية، بمثل 5500 أسرة مقضي عليهم من كل حاجة. بياكلوا من الزبالة، بيناموا على كرتون، والبيوت المداخل كلها صرف صحي، الشوارع كلها صرف صحي، المباني متشركة. وأنا بنادي بقالي النهاردة 7 سنين عشان حد يسمعني. ما فيه طارق المهدي الوحيد اللي جاني وجاه وشاف الوضع، واللي كان حوالين طارق المهدي كان بيضللوه. وبعدين انا بقول حاجه، اولا احنا منسيين، احنا عشوائيات اسكندريه 5500 اقل اسره عندها 5 عيال و6 عيال. العالم دي بتاكل من الزباله، العالم دي سقطت من حساب الحكومه، العالم دي مش لاقيه اللقمه. وجاه كمان فوق كل ده والبلوكات هتقع عليهم. واولا دلوقتي بتوع الايرادات كمان عاملين قواضي على الناس وهيدخلوا الناس السجن. احنا مش عايشين عيشه ادميه، احنا دلوقتي بنطلب من عبد الفتاح السيسي ينزل لنا القوات المسلحه، صلح لنا عندنا كمان صلح لنا المساكن والبلوكات اللي هتقع علينا. تصدع كامل. انا بتكلم ومسؤول على الكلام اللي انا بقوله، انا راجل عندي 70 سنه ما بكذبش. ولا انا شايف الوحيد اللي يقدر يعمل اي حاجه القوات المسلحه. اي رئيس حي، اي حد من موظفين الحي كله ما بيعملش حاجه. وبعدين انا بقول حاجه، اولا عندنا مستشفى واحده صحيه فيها جميع الاجهزه وفيها اسانسير وفيها كل حاجه، وغير كده واقفه. احنا ناس ضعاف، ناس غلابه، ناس بناكل من الزباله، ناس تعبانين. ارجو الناس تيجي تشوفنا. وبعدين بطالب من هنا من القوات المسلحه ان هي تبعت ميه للناس. الميه هناك وحشه، كلها طينه وكلها اولا كلها يعني ما تتشربش نهائي. بطلب ميه معدنيه للناس الغلابه اللي مش قادره تجيب ميه معدنيه. الوحده هنا يعني هنا الحي القوات المسلحه بناشدها لازم تنزل تجيب لنا. احنا تعبانين، عايزين اي حد يسمعنا، حد يشوفنا. وبعدين يحاولوا دلوقتي. عايز اقول لك على حاجه، ادي الاهرام كاتب والوفد كاتب وجميع الجرايد كاتبه، ده بتاع امبارح ولا حد بيسال فينا. وكل جورنان بيطلع ما حدش بيسال فينا، وكل جورنان بيطلع ما حدش بيسمع بينا. صرختي بوصلها لعبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، يأمر امر هنا ينزل لنا بميه نشربه. حسن جابر حسنين. ساكن النصريه الجديده في 5500 اسره. اولا الميه مخلوط عليها ميه صرف صحي، الميه مخلوط عليها ميه صرف صحي. وفي ناس ما معهاش تجيب ازازه الميه المعدنيه. وطبعا انا بقول الكلام ده بناشد رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا ناس من الناس اللي نزلت عشان استقرار البلد. انا بطالب رجال القوات المسلحه وبشكرهم. رجال القوات المسلحه دول للحدود وليس لميه الشتاء وليس للصرف الصحي. وانا بشكرهم لما اشوف عميد واقف بعد كوبري العمريه ولواءات وعقده نازلين بيمسك الماسوره يربط المسمار ويربط الفلانشه عشان ينقذ الناس اللي في عزبة صالح اللي الميه غرقتهم وارتفاعها متر. طب العميد ده بتاع القوات المسلحه يا جماعه، ده راجل عميد قوات مسلحه. دور الحدود، دور البلد، مش دوره انه يشتغل في الصرف الصحي ويشتغل في ميه الشتاء. امال المجلس المحليات بيعمل ايه؟ انا بشكر رجال القوات المسلحه وبقول لهم شكر وتقدير ليكم. وبطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي يجيب محافظ فورا، لان مفيش محافظ والبلد مهزوزه، بالذات منطقه العمريه والنصريه مهزوزه ومفيش محافظ خالص. احنا بنقول للناس دي بأرجوكوا يا رجال القوات المسلحه، احنا من الناس اللي واقفه جنب البلد، ساعدوا الناس الغلابه اللي ما معهمش يجيب ازازه ميه معدنيه. لكم جزيل الشكر.